بتبدأ حكايتنا ببطلنا اللي كان نايم ولا على باله أي حاجة من اللي بتحصل، لحد ما بيصحى من نومه على صوت زميلته دانو وهي بتقول له اصحى يا عم العالم بيولع هنا، وبتشاور له على الوحش المرعب اللي قتل زمايله ومكسر الاتوبيس عليهم. وتيكا كان لسه صاحي أساسا ومش فاهم حاجة لحد ما بيلاقي الوحش بدأ يتحرك من جديد. ساعتها بيتحرك وبيروح يمسك المايك اللي وقع في الأرض وبيضربه على الوحش بكل قوة، والوحش بيتوجع وبيشيل مخالبه لحد من الجثة وبيطلع في السما من تاني. وتاكا بيتكلم باستغراب وهو بيقول له ايه اللي جاب الحيوان الوير فيرن هنا. اتضح يا عزيزي ان ده حيوان اسطوري له اجنحه وشبه التنانين. وفجاه الوحش بيقرب منهم من جديد وبيستعد لاطلاق النار، ولكن بطلنا ولا اتهز وبيبص له بتركيز شديد وبيفتح بوابته السحريه بنظره واحده بيقتل الوحش. وطبعا دانو ما كانتش مصدقه اللي شايفاه لحد ما لقيته بيطلع تليفونه وبيلعب عليه بكل برود، ولكنه قاتل وحش مرعب من شويه. والبت كانت تتجنن من البرود، مش كفايه كان نايم والدنيا خربانه ولا حاسس بحاجه. بعدها بتبدا تحكي له اللي حصل له وهو نايم، وبتقول له احنا كنا راكبين الاتوبيس ورايحين رحلتنا للمدينه، والجو كان ليل اساسا لحد ما عدينا من نفق غريب. فجاه لقينا نفسنا في عز الشمس، وقتها الاتوبيس بيقف من الصدمه وبتظهر واحده اسمها الحكيمه شيون. ولما المدرس بيسالها انت مين، قامت محركه ايديها كده وبتقول له مش عايزه اي اعتراض. قامت محركه ايدها ومطلعه طاقه سحريه غريبه وقتلته فورا. بعدها بقى بتتكلم وبتقول لهم مش عايزه اي اعتراض واسمعوا الكلام للاخر عشان ما تحصلوش الحج، انا ناوي استفاد منكم كلكم بس يا ويلكم من غضبي. وبينما السواق بيبص لها قامت قتلاه هو كمان عشان ما ركزش معاه. وطبعا الطلاب كانوا بيبصوا لها بصدمه وهم مرعوبين من افعالها لحد ما بتقول لهم انتوا دلوقتي في عالم تاني، وانا اللي استدعيتكم بنفسي بسبب قوتكم السحريه، واغلبكم هتكونوا حكماء محتملين. الحاكم ده عندنا زي الملك كده بيتحكم في كل حاجه، بس اكيد مش هعين العدد ده كله. اختبركم شويه واعين احسن ناس منكم. وبعدها بتحرك ايديها كده وبيطلع منها طاقه غريبه وكل الطلاب بيتحوطوا باضاءه سحريه ما عدا كام واحد كده، وبيكون من ضمنهم دانو اللي ما كانتش فاهمه وما كانتش عارفه هي ما نورتش ليه هي كمان، لحد ما الحكيمه بتقول لهم انا ثبت لكم نظام اغنيه القتال فيكم كلكم، والمفروض دلوقتي كل واحد هيظهر له رساله من النظام فيها احصائياته ومهاراته. وطبعا دانو كانت قلقانه وهي بتتكلم مع صاحبتها وبتقول لها انتوا شايفين ايه مالكم مصدومين كده، انا عايز اشوف انا كمان. وقتها صاحبتها بتبدا تحرك ايديها كده تقول لها اهو في كلام غريب ظهر لي، بس اللي عرفته ان من فئه مستحضر ارواح ودي احصائياته باين عليا بقت جحده على الاخر. وبتتكلم الحكيمه وبتقول لهم في النظام ده كل واحد فيكم بيكون عنده مهاره مميزه لازم يستغلها كويس علشان يكون حاكم، وفي التحديات وتدريبات كتيره لمده شهر، وبعدها هنختار منكم ساعتها. وبتقول لها انا ما ظهرليش اي رساله ولا نورت زيهم كده، هو انا مشبهش ولا ايه؟ وقتها الحكيمه بتبتسم باستفزاز وبتقول لها ما للاسف انت من الاشخاص الغير متوافقين مع النظام، يعني مالكيش اي لازمه من الاخر، هتكوني خدامه هنا او ممكن برضو نقتلك ونخلص منك عادي. وبعدها بتتكلم مع الطلاب وبتقول لهم مهمتكم الاولى بدات مدتها ساعه واحده وتفاصيلها هتظهر لكم خلال دقايق، وبتسيبهم وتمشي بكل برود ولكنها قتلت كام واحد من شويه. ودانو كانت مرعوبه ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل ولا حتى عارفه يحصل لها ايه في العالم ده، لحد ما لقيت صاحبتها بتقرا تفاصيل المهمه الا وهي قتل التنين اللي ظهر من شويه. وكمان ظهر لها شويه نصائح كده زي انها لازم يتعاونوا مع بعض ويحطوا خطة مناسبة لان لسه مستواهم ضعيف. وقتها في واحد كده من الطلاب اسمه سوجو، وده كان من فئة الجنرال يعني القائد اللي هيحط لهم الخطط وبيظبط الفرق ويعلي الكلام كده. ووقتها بيقول لهم ما قدامناش حل غير اننا نسمع كلامهم وكل واحد يعرفني مهاراته علشان احط له خطة مناسبة ونقضي على التنين ونخلص اول مهمة. وفعلا الكل بينفذ كلامه وبيكتبوا مهارتهم على الورق. بس دانو كانت قلقانة وابتدت تبص حواليها وتشوف مين اللي غير متوهج زيها، ولقيت كام عيل كده زي ياكا وكيري وطبعا الحاج تاكا اللي لسه نايم ومش معاهم على الكوكب. وطبعا العيال كانوا هيتشلوا منه بسبب كسله الشديد لدرجة ان دانو بتقول له الواد ده على طول نايم بيجي ينام في التكييف، نفسي مرة اشوفه صاحي. المهم بقى الطلاب بينزلوا من الاتوبيس ما عدا الغير مؤهلين، ودانو كانت بتحاول تصحي عم الغيبوبة اللي مش حاسس باي حاجة حواليه، لحد ما الجنرال بيقول لهم انتوا مش هتطلعوا من الاتوبيس لانكم كده كده ملكوش اي لازمة.
لازمه واحنا مش ناقصين عطله يا جدعان. وبيشيل بعدها الكراسي بكل قوه وبيسد عليهم الطريق، وبيتضح انه ناوي يضحي بيهم بدل ما يعطلوه على الفاضي. وبينما الكل متعصب كده بتظهر واحده اسمها سون، ودي منسقه تجميل، وبتهدي اعصابهم كده شويه بعد ما بترمي عليهم تعويذه الجمال، وما اهتمتش باصحابها اللي هيموتوا خلال دقايق. بعدها بقى جينار بيعرفهم ان في تنين واحد في المكان وهنخليهم في الاتوبيس كتمويه كده لحد ما يعرفوا يقتلوا التنين ازاي وبالمره يخلصوا منهم. وقتها دانو كانت مصدومه لما عرفت ان اصحابهم وافقوا على الخطه دي، حتى صاحبتها المفضله قررت تضحي بيها. وبعدها بيخرجوا من الاتوبيس وبيقفلوا عليهم، وكلهم كانوا متعصبين من صحابهم اللي تخلوا عنهم وكمان حبسوهم في الاتوبيس وما كانوش عارفين يعملوا ايه في المصيبه دي. وطبعا الكل قلقان ما عدا عم الغيبوبه اللي نايم ومش حاسس باي حاجه، لحد ما فجاه الكل بيترعب لما بيلاقوا التنين طاير في السماء ومفيش غيرهم في الغابه والاتوبيس مقفول عليهم. ساعتها بيحاولوا يكسروا الشباك ويهربوا، بس فجاه التنين بيهجم عليهم وبيقتل اول واحده فيهم صاد عين دانو مصدومه من كل اللي بيحصل لهم. بعدها بقى بتتكلم مع تاكا بعد ما حكيت له كل اللي حصل عشان يحس على دمه ويفوق شويه. انما بقى كل اللي فارق مع تاكا ازاي يشحن تليفونه في العالم ده ويلعب لعبته المفضله. وبعدها بيقوم كده وبيفكر وبيقول لو كلام الوليه ده صح معناه ان في تنين واحد بس في المكان وهو ده اللي انا قتلته من شويه، فخلاص كده خلينا نخرج احسن او بالمره ادور لي على شاحن. وفعلا بيخرجوا من الشباك. وبعدها تاكا بيقول مش قدامنا غير التله والمدينه والغابه ومفروض نختار حاجه من الثلاثه دول، والاكيد مش هدخل الغابه لانها مليانه عفاريت وانا لسه صاحي. بعدها بقى بنشوف 3 طلاب طايرين في السماء وبيكونوا مستغربين من موت التنين، وبعدها بيتصدموا لما بيلاقوا دانو لسه عايشه وبينزلوا ليها. واول واحد فيهم بيكون اسمه دايمو برتبه المعالج، بيتضايق على الاخر ان دانو عايشه ومش هيحولها لزومبي ويقعد يعذبها. والتاني بيكون اسمه نيجا واخد رتبه البطل وبيقدر يستخدم كل الاسلحه، هو الوحيد اللي كان عارف ان دانو ممكن تكون عايشه ومش هتموت في وقت قصير ايه ده. بينما الاخير اسمه يوشي وده مستحضر ارواح، يعني بيحول اي جثه لزومبي. وبينما الثلاثه بيفكروا ازاي هيقتلوها ويحولوها لزومبي، والبنت كانت خايفه من افكارهم المريضه. بتتفاجئ بنيجا بيستخدم سلاحه الناري وبيضرب عليها بكل قوه بس بتتجنبها في اللحظه الاخيره وهي مرعوبه. وقتها بقى نيجا كان بيفتخر بسحره وهو بيقول لها ايه رايك في الكره الناريه دي من ضمن مهاراتي السحريه وابتديت اتدرب عليها من شويه. بعدها بقى الثلاثه نواياهم الحقيقيه بتبان وبيكونوا عايزين يقتلوا دانو علشان مش بتطيقهم اكمنها يعني كرفلهم على طول وشايفه نفسها. وطبعا البنت كانت مرعوبه منهم على الاخر ومش عارفه هتعمل ايه لحد ما تاكا بيقول لها انا قلت لك اقتلهم من الاول. بعدها بيشاور على نيجا وعيونه بتحمر وبيتكلم بقوه مرعبه وبيقول لها موت حالا. وطبعا الاتنين كانوا مفكرينه بيهزر وبيتريقوا عليه لحد ما فجاه لقوا نيجا وقع على الارض ومات فعلا، وكانوا مصدومين ومش فاهمين حاجه لحد ما تاكا بيقول لهم انتوا مفكريني بهزر؟ طالما قلت لكم هيموت يبقى هيموت فعلا، واللي هيتحرك فيكم هيحصل له. انا كده كده مش طايقكم. بس يوشي ما اهتمش وبيقرب من صاحبه علشان يطمن عليه، اصل مش معقول هيموت بكلمه يعني من غير اكشن وشعوذه. لحد ما تاكا بيتكلم بخبث كده وبيقول له موت انت كمان وحصل صاحبك يا حبيبي. وفجاه الواد بيموت وفعلا بيطب ساكت. وتاكا بيتكلم بسخريه بيقول له هو انا مش قلت لك ما تتحركش؟ نام جنبه بقى. بيبص الاخير وبيعرفه ان لو اتحرك هيحصل له زي ما حصل لهم. وبعدها بقى بيتكلم بجديه غريبه وبيقول له خليني اشرح لك قدراتي واعرفك بنفسي، بس الاول شوفهم ماتوا فعلا ولا مجرد اغماء. مش انت برضو معالج؟ ما تخافش مش هقتلك لو اتحركت. وفعلا دايمو بيستعمل عليهم سحر الشفاء واللي المفروض بيشفي اي جرح او اصابه خطيره، ولكن الصدمه بقى لما عرف انهم ماتوا فعلا. ساعتها بيكون خايف من تاكا ومش فاهم ايه اللي بيحصل ومين العيل الغريب ده. اقصى معلوماته انه تاكا على طول نايم اساسا، ولكن تاكا بيتكلم ببروده بيقول له انا يا دوبك انتقمت منهم بعد ما هاجموني، وبالمناسبه اسم قدرتي هي دال لعنه الموت الفوري لاي هدف، لا وكمان لو فكرت في قتل اي حد بيموت فورا. وطبعا الواد بيترعب من كلامه وما كانش عايز يموت زيهم وبيقرب من تاكا وهو مطلع كرة سحرية كده، ولكن الواد بيوقفه وبيكون عارف نواياه كويس. ووقتها بيقول له انا كمان عندي مهارة كشف نية القتل، وبسبب مهارتي التانية فاي حد بيعوز يقتلني بيموت بسرعة. بس الغريب انكم اتغيرتوا لما جيتوا العالم ده وبقيتوا بتفكروا بأنانية. ساعتها الواد بيعرفوا ان دي مش اول مرة يجوا للعالم ده، وساحر المملكة استدعاهم قبل كده
عشان يقضوا على ملك الشياطين. وطبعا ابتدى يحور على تاكا اللي قفشه وقال له انتوا جيتوا هنا لمدة سنة ونجحتوا بالعافية اساسا. الغريب بقى لما الواد بيقول له ان السنة دي مدتها كام سنة في العالم الاصلي، يعني محدش لاحظ غيابنا. بعدها بيبدأ يترجاهم علشان يسيبوه عايش، وبيطلع طوق سحري وبيعرفهم انه هيكون خادم عندهم. لما تاكا لقاه عيل غلبان وهبل قرر يسيبه عايش يمكن ينفعهم، بس بعدها بيشاور له على الغابة اللي كانت مليانة وحوش سحرية وبيقول له زي الشاطر كده روح اقف هناك. وطبعا الواد حاول يرفض بس بسبب الطوق اضطر يوافق، ولكن تاكا بيوقفه وبيقول له ما تقولش اي حد عننا ولا تعرفهم اننا عايشين، وكمان سيب لي اي حاجه ليها قيمه قبل ما تمشوا. وفعلا الواد بيضطر يسيب لهم كل الذهب والمجوهرات اللي معاه وبيروح الغابه وهو متعصب على الاخر، لحد ما دانو بتقول له هتعمل ايه فيا؟ انت ضحيت بيه علشان عارف انه هيخونك. طيب وانا ساعتها بيقول لها انا اخترت احميك بنفسي فما اظنش هتخونيني. بنروح بعدها